أنا داير أعلق على موضوع البت السودانية اللي مشت تزوجت واحد بغير إذن أولياء أموره، ودي مشكلة كبيرة. لكن المشكلة الأكبر إنها حاولت تفتري على الله الكذب وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم الكذب، بتأصل لجواز واستحلال الموضوع بتاع الباطل الفاشل ده، ونزلت لها فيديو. الفيديو انتشر في مواقع التواصل، بتأصل لجواز المسألة دي. كون يا جماعة الإنسان يغلط براو ويعمل له غلط بينه وبين ربنا ده موضوع، وكون الإنسان داري يأصل للناس إنه المحرم اللي ارتكبه وقع فيه ده يجوز شرعا، ده أخطر حاجة. لأنه ربنا سبحانه وتعالى قال: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وأنا استمعت للفيديو بتاعه، وطبعا فيديو بتاع زول جاهل ما عنده أي علاقة بالعلم الشرعي لا من قريب ولا من بعيد. قالت: زواج البكرة من غير ولي أمرها جائز على مذهب الإمام أبو حنفي. وقالت: نحن المسلمين عندنا 4 مذاهب، منها قال مذهب الإمام أبو حنفي. نحن ما عندنا مذهب الإمام أبو حنفي، ولا عندنا الإمام نعرفه اسمه أبو حنفي، إلا كان ده عند الشيوعيين وعند الجماعة دي، الله أعلم. أما نحن كمسلمين ما عندنا مذهب اسمه أبو حنفي. ده ما يدل إنه محافظين كلام تنظيمات العلمانية والليبرالية، وهي ما قادرة، مش ما فهمه، حتى ما قادرة تقرأ ذات من الورق اللي كاتبينها له فيه. قال: الزواج البكرة من غير ولي ماشي. الزواج ده قالت ماشي بناء على مذهب الإمام أبو حنفي. لا، الزواج ده باطل بكلام الرسول عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام فيما روته عائشة بإسناد صحيح قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي، لا نكاح إلا بولي. ومعنى الحديث يعني لا زواج صحيح إلا بولي للمرأة يعني. وده أعظم ركن وأهم شرط من شروط الزواج، وجود الولي للمرأة. عشان كده أيضا روى أبو داود من رواية أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. الرسول عليه الصلاة والسلام كرر 3 مرات إنه زواج باطل، زواج باطل، زواج باطل. فعشان كده بقول لك يا بنت الحلال زواجك ده باطل، وده ما زواج. طيب، وأجاب الشبهتين. وقبل ما أرد على الشبهتين، ربنا برضو أشار إلى هذه المسألة في القرآن الكريم. قال تعالى: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. قال الإمام السعدي رحمه الله تعالى: وفي الآية دليل على اعتبار الولي للمرأة، وفي الآية دليل على اعتبار الولي للمرأة، لأن ربنا قال: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. يعني الآية بتخاطب أولياء أمور المرأة. قالت لهم: ما تزوجوا الرجال من المشركين والكافرين للمرأة المؤمنة لحد ما هم يؤمنوا، لأنه ما بيجوز زواج المرأة المسلمة من الرجل المشرك الكافر، ليس كما قال الترابي. ويؤصل هذه الأيام العلمانيون والشيوعيون والشعبيون وغيرهم من أعداء الله سبحانه وتعالى وأعداء الملة وأعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما بيجوز. عشان كده ربنا قال كده. لكن الخطاب في الآية للولي وللمرأة، لأنه الولي هو اللي بيزوج. عشان كده الإمام السعدي رحمه الله قال هذا الكلام. طيب، قالت وعندها حديث، قالت من السنة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأيم أحق بنفسها من وليها. وطبعا الحديث صحيح، لكن المشكلة في الفهم. وجماعة قالوا الفهم قسم.
هي ما فاهمة، حفظوها كلام ما فاهمه. أصلا الحديث هو في السلسلة الصحيحة وغيره، النبي عليه الصلاة والسلام قال: الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ومعنى الحديث عند أكثر العلماء يعني ما يجوز يزوج البت إلا بإذنها، فهي لها الحق بإنها ترفض فلان اللي تقدم لها ده من الرجال، أو توافق أحق من ولي ذاته. لكن بعد ما توافق به، إذا هي وافقت، ما بجوز لها تتزوج إلا بوجود الولي، لأنه العقد بتاع النكاح والزواج الصحيح ما بيكون صحيح إلا بوجود الولي، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا نكاح إلا بولي، حديث صحيح. وقال في الحديث الذي ذكرناه آنفا: وأيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل. فده معنى الحديث. وبعض العلماء قالوا: الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها. قالوا الأيم هنا مقصود بها الثيب، لأنه الأيم جاءت في مقابل البكرة، ما أنت راجع الحديث نفسه، قال: الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها. فقالوا مقصود به الثيب إن لازم تلفظ أو تتكلم تقول موافقة أو ما موافقة، لكن البكرة ديك بتخجل في الغالب أكثر حياء من الثيب في الغالب، فإذنها صماتها. فدي المعاني عند العلماء. لكن ما سمعنا بواحد من هؤلاء العلماء قال المرأة تسوق معاه حبيبة زي ما بيعملوا العلمانيين الليلة والصعاليك والشماشة، يقول لك تسوق حبيبة وتمشي تعرسه، ويكتب لهم واحد صعلوك زيهم، قال العقد بتاع النكاح يقطعوا لهم ورقة من نص الكراس، طق زوجتك وحلال بان ياكلوه ويتخارجوا. ده ما زواج، ده زنا، ده زنا. بل وشر من الزنا للإنسان الدار يأصل ويحلله، لأنه استحلال ما حرم الله من الكفر بالله سبحانه وتعالى بإجماع علماء المسلمين جميعا. الإنسان كونه يقع في حرام دي جريمة، لكن يقع في حرام أو حتى لو ما وقع في حرام يستحل الحرام ويأصل ويقول ده حلال، دي جريمة أكبر، لأنه دي كفر بالله سبحانه وتعالى. وقالت برضو عند آية من سورة البقرة آية 134، هي قالت كده، لا كذابة، هي آية 234. المهم، وذكرت الآية: والذين يتوفون منكم، هو قرأ طبعا كلها غلط لخبتتها فوق تحت، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير، من سورة البقرة. وهي قالت فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، قالت ده الدليل على إنه أي بنت تمشي تتزوج بغير إذن ولا علم أبوها وأولياء أمورها. وطبعا الآية ما بتتكلم يا أخواننا عن الزواج أصلا، وإنه البنت تمشي تتزوج بغير إذن وليها، ما بتتكلم عن الموضوع ده. أنتوا عارفين الآية دي بتتكلم عن شنو؟ عشان تشوفوا استهبال العلمانيين والشيوعيين والمجارمة ولعبهم بكتاب الله وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام. الآية بتتكلم عن الرجال اللي توفوا، حكم زوجاتهم شنو؟ إنه بتعتد الزوجة الراجلة يتوفى بتعتد 4 شهور و10 يوم. عشان كده ربنا قال والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، فإذا بلغن أجلهن، أجل شنو؟ أجل العدة بتاع المرأة المتوفي عنها زوجها، ده الآية بتتكلم عن الموضوع ده. فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم، يعني ولي أمر المرأة عليكم، فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، اللي هو شنو؟ ما عدة انتهت، بعد ده ممكن تخط الكحل وتتجمل إذا كان في بيتها في غير وجود غير المحارم،
ده الموضوع معنى الآية فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن بالمعروف. يعني بعد ما تنتهي من عدة، العدة هي شنو؟ ترك التجمل. التجمل اللي كان بيسوي لزوجها بتتركه في الأربع شهور و10 يوم. فإذا بلغنا أجلهن بعد شنو؟ بعد ده ممكن تتكحل وكده وكده وكده. ده الموضوع، لأنه في العدة ما بيجوز لها. عشان كده في صحيح البخاري لما جاءت امرأة للنبي عليه الصلاة والسلام وبنتها زوجها يتوفى وهي في العدة لسه ما تمت 4 شهور و10 بنتها دي، فقالت إنه في عينها في مشكلة، يعني عندها مرض أو شيء في عينها، هل ممكن نكحلها؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم لا، لأن المعتدة ما بتتكحل وتضع الزينة اللي كان بتضعها لزوجها طالما هي الآن في أثناء ال4 شهور و10 يوم بتاعت العدة. فده معنى فإذا بلغنا أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف. ما معناته البنت تعرس لها راجل من الشارع ساكن من غير إذن وليها، يا كذابة يا مستهبلة. وشوف بنت بتتفاصح كده وفصيحة في الكلام وفي الخطابة، وادينا كمان جوا وعاملين معاه لغات هناك وتأصل قال للمسألة. والله ده أصلا ما شغل بيت عادية، لأنه البنات المسلمات العاديات ديل يا أخي عندهم حياء وخجل. النبي عليه الصلاة والسلام قال الإيمان والحياء قرنا جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. ديل كوادر بتاعت أحزاب ليبرالية وعلمانية. وأصلا المنهج اللي تتخذوا البيت دي وتنشروا بين الناس إنه البنات يعرسوا بدون إذن أولياء أمورهم ودون علم أبهاتهم وأمهاتهم وأعمامهم وأخوانهم، ده منهج الحزب الشيوعي رضوا أم أبوا، لأنه موجود في المانيفستو بتاع الحزب الشيوعي اللي هو بيان الحزب الشيوعي لماركس وإنجلس ولينين لعنهم الله جميعا. في البيان ده جوا قالوا إنه الأسرة تكوين الأسرة زوج وزوجة، أب وأم، وينكحوا نكاح صحيح شرعي ويلدوا أولاد وبنات، وأسرة تكون مستقرة وتكون فيها سكن زي ما ربنا قال والله جعل لكم من بيوتكم سكنا. وزي ما الأنبياء كلهم عندهم أسر وأزواج وذرية، ربنا قال ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. الشيوعيين قالوا الأسرة دي بتساعد في تنامي الطبقة البرجوازية، عشان كده نحن جينا كشيوعيين لمحاربة الأسرة ونسف الأسرة، ينسفوها كلها. فهذا المنهج بتاع البيت دي الدار تنشر الليلة حتى لو نكرت. نحن ما عبرتنا بأنك تنكري ولا تعترفي، لأنه العلمانيين والشيوعيين والأحزاب دي كلهم كذابين ومجرمين. نحن ما بنصدق إذا اعترفتي ولا نكذب إذا نكرتي، لا، نحن بنعرف منهجك ده منهج شنو، ده منهج الشيوعيين في الحتة دي. فده دار ينشروه الآن في المجتمع، تحريض قصة البيت دي كلها وهمة في شكل قلبة. دارين يحرضوا البنات المسلمات في السودان إنهم يتمردوا على أولياء أمورهم ويمشوا يطلعوا برا يتزوجوا ويعملوا الكلام الفاضي ويعملوا قلة أدب والكلام الفارغ. وده الحاصل الليلة يا إخواننا. وده الناس الآن قاعدين يدمروا في الإسلام في البلد دي الملاح ده، والعلمانيين في السودان ده عاملين قبل أيام قلة أدب، حاجة بيسموها قال عرض أزياء لأول مرة في تاريخ السودان. في تاريخ السودان أنت عارف في الاستعمار الإنجليزي لما الإنجليز كانوا مستعمرين للبلد دي ما عملوا عملية وسخة زي عملية العلمانيين اللي عملوها دي. الإنجليز الكفرة ما عملوا زي ده. شوف الناس اللي يوصلونا مرحلة يا أخي. اللي اسمها أميرة دي طردوها من دولة كافرة، طردوها قالوا لأنها مسيئة بالأخلاق. الكفار قالوا دي مسيئة بالأخلاق، وديل قبلها استقبلوها في المطار وتقبل الأولاد واحد ورا الثاني، علماني ورا علماني، علماني ولا علماني، تقبلهم ويصوروا فرحانين. الكفار الكفر الفجرة قالوا دي ما نافع أخلاقها، ما نافع أخلاقها سيئة بتصير الكفار. ديل العاملين فيها محسوبين على الإسلام استقبلوها. والله يا جماعة نحن في وضع صعب. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى يوم بيبتلينا بابتلاءات، بنزين غالي ومرات ما في، وغاز مشكلة، وعيش ودقيق مشاكل وبلاوي وحروب في البلد دي، لأنه الناس ما تمسكوا بحبل الله المتين. والجماعة دول شغالين يحاربوا في الإسلام ويحاربوا في الدين. وربنا سبحانه وتعالى قال إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.